السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة النهاردة يا جماعة عن التربية المنزلية. هل الناس اللي بتربي في التربية المنزلية من 100 لحد 500 كتكوت هل لازم يحصنوا ضد الجمبورو والنيوكاسل والاي بي والانفلونزا؟ التحصينات دي هل ضرورية في التربية المنزلية؟ طب وازاي هتكون ضرورية والتكلفة هتكون غالية جدا؟ الأنبول الواحد بيكفي 1000 طائر. النقطة التانية، التطبيق بتاع التحصين أساسا معظم الناس اللي بتربي في التربية المنزلية ما عندهمش الخبرة الكافية إن هم يطبقوا التحصين. طيب إيه هو الحل؟ يعني أنا النهاردة هقدم لحضرتك كمربي في التربية المنزلية الحل اللي يخليك ما تحصنش. أوكي مفيش مشكلة، نيوكاسل، جمبور، وكل الفيروسات اللي انتوا بتسمعوا عنها دي، او زي ما انتوا بتسموها الشوطة. طيب لو انت كمربي في تربية منزلية مش قادر تحصن التحصينات الفيروسية، ما هو الحل البديل؟ هل في حل يحمي الفراخ من الفيروسات؟ ده اللي هنعرفه مع بعض حالا. لكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وجيب كوباية الشاي الجميلة بتاعتك علشان الكلام هيحلو حالا بعد ما نصلي على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. الحل الوحيد يا شباب انك تحمي فراخك من الفيروسات وفي نفس الوقت ما تحصنش ضد الفيروسات، الحل الوحيد انك تشتغل على حاجه اسمها الامن الحيوي. يعني ايه الامن الحيوي؟ الامن الحيوي ده انك تامن فراخك اصلا من دخول الفيروس اساسا، يعني تعمل كل الاجراءات اللي ما تخليش الفيروسات تيجي ناحيه الفراخ بتاعتك. طيب ازاي بقى هنعمل الكلام ده؟ ده اللي هقدمه لحضرتك حالا من خلال خطوات هقولها لحضرتك دلوقتي. الخطوات دي اذا انت عملتها غالبا بنسبه 99% مش محتاجين التحصينات الفيروسيه. طيب ايه هي الخطوات دي؟ انت مثلا عندك الغرفه فيها من 100 لحد 500 فرخه، او المكان بيشيل من 100 لحد 500. لازم تطهر المكان ده من السماد القديم بطريقه قويه جدا، يعني تهتم جدا انك تشيل السماد جدا جدا. تغسل الارضيه بميه وصابون غسيل قوي جدا، يعني رجع الارضيه كما كانت في الاول. مش عايزين اي تلوث ولا اي شبهه ان في حاجه قديمه من الدوره اللي فاتت. بعد بقى ما تشطف الارضيه من الميه والصابون هتروح جايب جير طبقه متوسطه، يعني بحيث ان انت عينك ما تشوفش على الارض لما تفرش الجير ما تشوفش اي نقطه سمراء، يبقى الارضيه بيضه بسبب الجير اللي موجود على الارض. الخطوة اللي بعد كده انك تجيب نشارة، ولكن نشارة كويسة، يعني جودة كويسة، ما تكونش فيها ناعم كتير ولا فيها مسامير خشنة. يعني كل ما تهتم باللي انا بقوله لحضرتك ده صدقني مش هتحتاج بأدوية ولا تحصينات. طيب جبنا النشارة وفرشناها. عايزك لما تيجي تفرش النشارة في الاسبوع الاول ده ما تفرش الا 2-3 سم بس، ما تزودش النشارة في الاول. ليه يا دكتور؟ مش احنا هنقلب النشارة؟ لا، احنا هنزود النشارة. يعني بعد اسبوع ما يعدي قدامك حلين، تزود النشارة الاول 2-3 سم تاني، او تشيل النشارة دي وتحط نشارة جديدة. النشارة اللي بتشيلها دي ما بترميهاش، بتسيبها في ركن من الغرفة تنشف عشان تعيد استخدامها في العمر الكبير. المهم ان انت بتفرش طبقة صغيرة من النشارة. طيب فرشنا النشارة بعد ما حطينا الجير كويس وغسلنا الارضية بمية وصابون زي الفل. ناقص خطوة مهمة جدا، ألا وهي إنك تختصر كل خطوات التطهير اللي بنعملها في المزارع بخطوة واحدة بس، إنك تبخر المكان. طبعا التبخير هو أفضل الطرق في التربية المنزلية، لأن أنت عندك الغرفة، السطح بتاع الغرفة ما هوش ناعم، ممكن تلاقي فيه حجارة، في غرف ما هياش متمحرة أصلا، في ممكن تلاقي ناس بتربي في العشة في قش، ففي فتحات وفي ثقوب كتير. الفتحات والثقوب دي ما يحلهاش الا التبخير، ان التبخير بالفورمالين هو اللي يوصل لحد الفيروسات او البكتيريا اللي في المكان ويموت كل البكتيريا والفيروسات. طيب زي ايه مثلا؟ بتروح الصيدليه البيطريه بتسال او تقول انا عايز علبه صغيره ابخر بيها المكان من بتاعه المزارع، بيديك علبه زي دي كده بتكفي غرفه متوسطه، بحيث ان حضرتك لما هتبخر هيحصل ان البخار ده بقى بيدخل جوه الثقوب في الغرفه بيطهرها كويس جدا. كده الخطوة دي انت كده نفذت اول خطوات الامن الحيوي، ان انت طهرت كويس جدا، بخرت بمنتهى البساطة بابسط طرق التبخير، لكن ارضية نظيفة مغسولة كويس، نشارة نوعها كويس، سمكها كويس، في جير كويس عشان الكوكسيديا. انت كده برنس الليالي.
ما عادش ناقصك غير حاجه واحده بس، تختار الكتكوت المناسب. ما هو لازم برضه عشان تمشي صح انت لازم تاخد بالك من كل النقط دي. كتكوت يكون ممتاز جدا معروف سمعته كويسه. النقطه الثانيه العلف يكون سوبر زي ما اتفقنا قبل كده، لازم يكون علفك سوبر السوبر. الطريقه دي هتحميك لحد دلوقتي من 50% من المشاكل. فاضل 50%. ايه هي؟ محدش يدخل عندك، ده اسمه بقى الامن الحيوي اهو بقى، محدش يدخل عندك الا للضروره. طب ماشي، محدش بيدخل الا انا. انت نفسك بقى ما تخشش الغرفه الا بحذاء مخصص. يعني انت طول النهار ماشي في الشارع بحذائك العادي، بتيجي عند الغرفه بتروح قالع حذائك ده ولابس حذاء مخصص جوه تمشي بيه الغرفه اللي فيها الفراخ. ويا ريت ويفضل ان حتى يكون انت سايب زي جلابيه او بلطو او حاجه تلبسها على هدومك اللي انت جاي بيها برضو، بحيث ان انت تقلل ما يكونش انت سبب لنقل الفيروسات. يبقى شبشبك تمام، تلبس لبس مخصص للمكان، وبكده تدخل المكان انت اكن انت ايه يعني نضيف، ما فيش حاجه او ما فيش تلوث دخل. اذا فضلنا محافظين على الرعايه والنظافه المقدمه للفراخ، وحافظنا على الفراخ من الجو الخارجي، الطيور، الفراخ التانية، ما تربيش مثلا فراخ بيضة مع فراخ ساسو، الحمام والعصافير، ما يبقاش شباك الأوضة مفتوح عصفورة داخلة وعصفورة خارجة. احنا عايزين نعزل خالص الفراخ، محدش يشوفها خالص لحد ال 35 يوم ما يخلصوا على خير. يعني انت كمربي لما هتجيب كتكوت كويس وعلف كويس وتقدم الرعاية الكويسة والنظافة من أول النشارة لحد آخر يوم، بكده صدقني انت مش مضطر او مش محتاج مضادات فيروسية زي التحصينات. يعني ممكن توفر، لان غالبا هي ليست عملية بالنسبة لك. انت مش هينفع تروح تجيب انبول 1000 طائر ل 100 ولا 200 ولا 300 كتكوت. تطبيق التحصين انت ما عندكش خبرة زي المزارع، الادوات اللي هتحصن فيها برضو ما هياش مناسبة. فغالبا الصح والافضل ان انت فعلا ما تحصنش التحصينات الفيروسية، لكن تعمل اللي بقولك عليه، نظافة ورعاية واهتمام، امن حيوي، عزل الفراخ عن باقي الطيور، عن الحمام، عن العصافير، محدش يشوفها خالص الا انت داخل طالع عليها بحذاء مخصص او لبس مخصص. بالطريقة دي والله العظيم يا شباب ثق تماما انك ناجح بفضل الله. حتى لو السعر نزل، حتى لو الدنيا مش عارف، انت هتكون مطلع فرخة وزنها كويس هتحميك وتغطيك. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.